طبعا، ولكن مباراة تلعب في عبد العزيز العليوة مهاري لا شك في ذلك، ولاعب مهم جدا ان يكسب الثقة في مثل هذه المباريات في قنوات اجنبية. الله 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 الله، مسك الختام للعالمي في مرمى انتر ميامي. النصر في اول 10 دقائق، الاستحواذ، الانتشار، الوصول الله 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 الله. ربما اقول طبعا هذه من عندي كثير من الانطباعات سيتحدثون. الرياض بصورة راقية، هذه انطلاقة من العليوة الآن بهذه الصورة، والشوط الأول في المباراة الآن، ولدينا مباراة تلعب بصورة إيجابية من جانب المكان باتجاه عليوة. الله عليه، لعيب في مناسبة هنا في الرياض في اليومين هذو، لكن النصراوية النصر عليوة وسهلة، لكن عجبني الولد الصغير اللي معانا في الصورة عبد العزيز العليوة، ثقته بنفسه كبيرة في مناسبة كبيرة في موسم الرياض. تلس لمسة لعليوة، شوف ثقته بنفسه. الله الله الله، ممكن يسجل هدف رابع. فرصة لقتل المباراة منذ الشوط الأول بصورة راقية. حاول بعد ذلك، لأن أهداف النصر الثلاثة سجلت فقط في 13 دقيقة كاملة، وبعد ذلك طبعا حاول النصر أن يضيف الهدف الرابع، لكن أوتافيو بأياه مباراة وكرات جميلة، والنصر بالفعل يريد الآن هدف رابع في المباراة، ينهي المهمة، ينهي الأمور، لكن عمل كبير من جانب هذا الشاب الصغير، 19 سنة فقط، عبد العزيز العليوة. تذكروا هذا الاسم جيدا، فلربما في يوم من الأيام يذهب على خطى محيصن الجمعان، ويكون ربما كوبرا جديد على الملأ. وطبعا دع العالم، كل العالم يشاهدون موهبتك، وتصنع بعد ذلك المتعة وتصنع الفرح لفريقنا. الرجل الذي صنع اسمه في المنطقة معنا، ووصيفا في كاس في روسيا، والثالث في كاس العالم الماضية في الدوحة. هذا انطلاق الآن، شوط ثاني من المباراة، النصر يضيف هدفا رابعا كبير ومسؤولية كبيرة. شوف استقبال من جانب عليوة، هذا الله على اللمسة لمران، تنقل هناك للاعب سيقول كلمة كبيرة لعليوة. هذا العليوة يعجبني في العليوة انه يذهب الى المرمى من اقصر الطرق، لا يتردد، لا يخشى المواجهات الثنائية اطلاقا. صيحات الاهات في المدرجات طبعا لا شك للاعب اسطوري اصل طبعا كما يعلم الجميع. هذا عليوة، هذا الشاب الصغير، هذا الذي يتقدم الان. العرقلة تحضر، الخطأ يحضر، الانذار ربما يحضر في الكرة الماضية. نصر مذهل، نصر لا شك انه هو في ليلة. عليوة، هذا عليوة لعيب موسم لا شك 6 أهداف كاملة